السلام عليكم. ازيكم؟ طبعا كلنا شفنا القمة العربية الطارئة العاجلة اللي أقيمت في الدوحة بشأن ضرب إسرائيل لقطر، ويا للخزي ويا للعار على دي قمة، وتم خذل جميع العرب في القمة دي. بس قبل ما نخش في تفاصيل القمة العربية دي، خليني من مكان هنا أشكر دولة تونس والبحرين والكويت وعمان على عدم حضورهم في المهزلة العبثية اللي احنا شفناها دي. وأنا من وجهة نظري كان الأفضل والأوفر والأحسن إننا نوفر كل الفلوس اللي اتصرفت على القمة العربية الإسلامية دي ونبعتها لإخواتنا في غزة وندعمهم بيها، لأن أنا واحد من الملايين اللي كنت أظن بعد ضرب إسرائيل لقطر إن في القمة العربية دي هيتم بقى أو هيتخذ إجراءات ضد إسرائيل وتجميد العلاقات مع إسرائيل وطرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية، وكنت أأمل في عزل إسرائيل دوليا، وده أضعف الإيمان. ولكن كالعادة تنديد وتحذير ورفض واستنكار ثم الصمت، زي ما قال سعد زغلول بالظبط، مفيش فايدة. وألف مليون لا حول ولا قوة إلا بالله علينا كعرب. أنا كنت فاكر في المؤتمر ده هيتم استعادة الكرامة القطرية ورد فعل للكرامة القطرية، لكن للأسف كله طلع في شنك. وبعد سنة وأكتر على حرب غزة وضرب إسرائيل للبنان وسوريا والعراق وإيران، فخليني اقول لك احلى تحية لليمن وجيش اليمن واهل اليمن، لان هي الدولة الوحيدة اللي في الشرق الاوسط اللي انا شايف ان هي بترد على اسرائيل بقوة جدا جدا. وانا ادعو كل الشعوب العربية والقادة والامراء العربيين ان هم يدعموا اليمن، مادام هي الدولة الوحيدة اللي بترد على اسرائيل بدون ما بتخاف، حتى لو هتدعموها من تحت الترابيزة زي امريكا بالظبط كده لما بتدعم اسرائيل. بس الفرق بيننا وبين امريكا ان امريكا بتدعم اسرائيل في العلن. طيب الصورة اللي قدامك دي صورة المبعوث القطري بعد الضربة مباشرة في امريكا. انت متخيل معايا يا مؤمن ان المبعوث القطري يجري ويروح امريكا بعد الضربة مباشرة؟ طب انت من وجهة نظرك عزيزي المشاهد، هو رايح هناك يعمل ايه؟ دولة ضربت وتم الاعتداء على سيادتها، المفروض على الاقل تعلن وتقول ان احنا هنحتفظ بحق الرد. اما طالع تجري على امريكا رايح تعمل ايه؟ انا من وجهة نظري ان هو رايح امريكا عشان يقول لهم ان الضربة ما نجحتش وقادة حماس لسه على قيد الحياة وكله 100 مش قادر استوعب رد فعل قطر، ولا قادر اتخيل غير حاجة واحدة بس، ان قطر كانت عارفة ان اسرائيل هتغتال حماس وعارفة ميعاد الضربة كويس جدا. ده طبعا باين وواضح لانها ما خدتش فعلا اي رد فعل. بس خليني اقولك ان ده حال من يسخر ارضه وماله لامريكا. امريكا دي اللي دمرت بعض الشعوب العربيه من قبل زي مثلا العراق. قطر بتحاول تكون الصديق المدلل عند امريكا ونسيت خالص ان في حاجه اسمها اسرائيل وهي الصديق المدلل والفتى المدلل عند امريكا. فلو قطر ما ادركتش حاجه زي كده في اسرع وقت ممكن وخرجت من تحت عباءة امريكا، قطر هتتدمر عاجلا ام اجلا. ولو هنتكلم من منظور الشارع العربي، فقطر دلوقتي انهارت واصبحت انها لا تصلح انها تكون طرف اساسي في المفاوضات. اصل يعني ايه يكون عندي طرف رئيسي وهم قادة حماس ويتم اغتيالهم على ارضي؟ لا وكمان ما خدتش اي رد فعل. انت عارف بموقف قطر ده حولت اسرائيل من طرف منهزم ومهزوم في الضربة دي لطرف كسبان ومنتصر، وان اسرائيل شايفة ان الضربة حققت اهدافها السياسية حتى لو ما اغتالتش قادة حماس، لان قطر هترجع تاني تستأنف العلاقات عادي جدا مع اسرائيل ومع امريكا. وده معناه ان قطر هتقبل بسياسة الامر الواقع كده، تكون قطر سمحت لاسرائيل انها تكسر الخط الاحمر اللي كان باين وواضح قدام الشعوب العربية ان قطر حطاه لاسرائيل، وهي الاعتداء على سيادة أرض قطر. وأنا من وجهة نظري إن بموقف قطر ده أكبر خيانة للشعب القطري. ولو لسه مش مقتنع بكلامي، ادي يا سيدي صورة لنتنياهو وهو بيقول we gonna strike Qatar again، يعني هنضرب قطر مرة كمان لو ما طردتش قادة حماس من على أراضيها. هي دي بقى سياسة الأمر الواقع، يا تنفذ الأجندة بتاعتي والأوامر اللي أنا بديها لك، يا إما هنضربك مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كلام مهين صح؟ وخلي بالك إن نتنياهو هيفضل مصمم على حاجة زي دي، لأن من وجهة نظر نتنياهو هو شايف إن اغتيال وموت قادة حماس ده
الامر ده هيسهل كتير في تصفية القضية الفلسطينية. اصل انت هتقتل الطرف اللي بتتفاوض معاه، فبالتالي مش هيكون في حد اصلا يقعد قدامك على طاولة مفاوضات وتبتدي تتفاوض معاه، فبالتالي هيكون فرض سياسة اسرائيل على ارض الواقع شيء سهل جدا. ده اسوأ سيناريو انا شايفه هيحصل لو فعلا اسرائيل اغتالت قادة حماس، لان اسرائيل مش غبية وعارفة هي بتعمل ايه كويس جدا، ومجهزة للخطوة اللي بعد اغتيال قادة حماس. وخليني اقول لك ان فعلا ده هيودينا لحرب اقليمية شاملة في المنطقة، وان شاء الله هيكون ده موضوع الحلقة والفيديو الجديد اللي احنا هنتكلم عنه. واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.